الوزراء واعرف منهم البعض اللي يقول لك ما كنتش عندي الشجاعه اللي عندك انت يا استاذ مثلا باش تقول لا، انا ما كنتش النجم لان كان نقول لا لبن علي نعرف شنو اللي استنى فيه. محمد الشرفي استقال، شنو المشكله؟ قتلوه. تعرف شو عملوا له سي محمد الشرفي الله يرحمه؟ طبعا يقلقوه، ما فيش حتى شيء. مرمدوه مسيك نتصور لو كان ما لا سامحني زاد راهو ما لاشكمش تحملها المسؤوليه. حتى بن علي نقولوا اعذار تو غزوا لي كيفاش نواصلوا هكا حسب رايي الشخصي. انا نجم نقول لك حاجه اخرى، انا نتناقشوا مع قبل سقوط بن علي مع زميله الاخت الكبيره راضيه نصراوي في كان نهار يتيح النظام هذا ندافعوا عليه، نحن نحكيو كانوا يجي نهار ندافعوا عليه. انا قلت لها كان يجي نهار ندافع على بن علي نقول مال السايب يعلم السرقه بالحق معناها كي باش نقعدوا فركس على المبررات. الناس كل عندهم مبررات، هو بيدو بكل اجرامه يقول لك شعب مسيبني عامل اللي نحب والمال السايب يعلم السرقه بالطريقه دي نقوا اعذار. يلزم فما ناس تدفع ثمن، واللي نحكي لك عليه تو كان نحكيو على تحسين مش نحكيو على جرائم، كان نحكيو على تحسين راهو ابعاد الحياه السياسيه راهي ماهيش عقوبه اللي باش تمس بالمصلحه الماديه نتاعو ولا بعائلته ولا بكرامته وغيره، باش يبعد باش يضمن الثوره كونه تقف على ساقيهم بعد كان صوتوا له تونس مرحبا به. راهي ماهيش عقوبه كبرى. غيرنا ينجم يخمم بمنطق اخر يقول لك هذوما رموز اكثرش من وزير في حكومه اكثرش. وحاجه اخرى رانا ما فما تفاصيل الناس ما تدخلش فيها، ما خلينا كان تحب ندخلوا فيها. شكون من وزراء بن علي ينجم يعدي مثلا 4-5 سنين في وزارته؟ انا نقول لك عام من برا خلينا نعطيو اكثر وضوح، 4-5 سنين في وزارته ما ارتكب حتى جريمه. تقول لي نظيف؟ طبعا فما شكون شدوا مع بن علي في حكومات ولا هم مرتشي ولا فاز، مش برشا ولكن موجودين اكيد معناه ما عملوش فلوس. لكن طبعا سهل الطرابلسيه فلوس، سهل البن علي بعد تجاوزات. شكون اللي في منصب حساس؟ شكون وزير املاك دوله في عهد بن علي؟ سامحني ما ورطوش. شكون وزير داخليه في عهد بن علي؟ ما ورطوش. شكون وزير دفاع في عهد بن علي؟ ما ورطوش. يورطهم بالضروره بالضروره. ديما ترجع تقول بن علي ما ورطوش. كي تقول بن علي معناها فما راهي مؤسسه منظومه كامله، منظومه كامله. لان بن علي اخي شخصيا هو كان عامل آلية كامله يرعب بها في الشعب التونسي ويرعب بها حتى في المحيطين به. لا ما حبيت نقول لك زاد باش ما خرجهمش بريء راهو فما تو امور مش قاعد تطرح، شكون اللي عنده الملفات بالدقه والكل. ولكن لو طرحت نهار بالشكل فماش تكون متشنج راهو في الجانب هذا. اما لو طرحت بالمنطق بتاع يلزم الناس تحاسب على كل كبيره وصغيره راهو حتى اللي تحكي عليها مثلا كان ياخذ لك مثلا الوزراء راهو كان يبحثوا في ملف كل واحد منهم شد مع بن علي مده معينه اكيد راهو ورطه في امر ما. فما شيء ما تقال حتى نص جزائر، فما شيء 96 وغيرها مجال جزائر وتنطبق عليه. ويعملها ويقول لا حول ولا قوه الا بالله. يعملها ويقول لا حول ولا قوه الا بالله. ولكن القانون لا يعفيه. ولكن خلينا نحكي على الميدان اللي نعرفوه اللي هو القضاء. وشفت كيفاش كانت تتسلط التعليمات للقضاة في بعض القضايا المعينة، وكانوا القضاة يصنفوهم هذم قضاة منسجمين وهذوما ما همش منسجمين، واللي ما ينسجمش تعرف التجربة شنو اللي صار. انت ذكرت اللي ما فما حتى عذر معهم سامحني. شفت الوزير اللي كنت نحكي عليه غالب سميته لك هو رمز الدولة مو هكا ولا واعتبرته هو الاكبر. لا فما اكبر منه بالحق. انت ذكرتني بهم اللي هم مهمين برشا اللي هم الساده القضاة. القضاة اللي قاعد في بيروه يسكن في تونس مثلا العاصمة ما عنده حتى عقوبه. بن علي ما قتل حتى قاضي. يكذب عليك كان يقول لك فما مره قاضي رفض تطبيق التعليمات عدموه ولا عذبوه، ما صارتش في تاريخ بن علي. اكثر حاجه نجم يعمل كيما عمل مع كلثوم كنو للتاريخ. الرئيس كلثوم كنو تصدر بطاقه جلب في واحد من طرابلسي في عهد بن علي ما عدموهاش باش تكونوا واضحين. شكون نقولوا لهم نقلوها ما يسالش وبكرامتها. واليوم على رؤوس التوانسه الكل بعد الثوره، وحتى وقتها قدروها جزء من التوانسه واليوم قدروها الناس الكل. كانت عندهم شجاعه كلثوم كنو. لا خليني نقول لك حاجه. لا سي نور الدين هنا باش نخرج قدام المستمعين في حاجه واحده وانت محامي. مانيش ندافع على لا مش ندافع. لا ها باش نخرج مش على الفساد. لا مش معنى الفساد في جانب مش على المسائل الماليه اللي ذيك بطبيعه مهمه في جانب معين. تعرفش معناها قاضي وسيادك حد نضبط في قضايا سياسيه وتعرف قدامه 20 بشر ولا 10 يا سيدي في قضيه سياسي يعرف اللي ما عندهم ما عاملين حتى شيء، ولكن عنده تعليمات كانوا يحطهم في الحبس. هو باش يحكم 10 سنوات على 10 من الناس وراهم 10 عائلات باش سيادته ما يهبطش قاضي للجنوب. وهم وين باش يهبطوا؟ ينجموا يهبطوا الحبس في الجنوب ومعاهم 10 عائلات امراه كبيره تهز في قفه لمده 10 سنوات. تصور الالام اللي تسبب فيها واحد خايف لا يهبطوا للجنوب. معناها اليوم ما تنجمش تكون مطروحه اطلاقا كونه يقع تسامح معهم. هو سلطه مستقله وقلنا لهم قبل قلنا لهم ممكن يجي نهار كي يتيح نظام بن علي البوليسيه يمنعوا. ممكن طبعا رموز التعذيب في الداخليه زاد لازم يتحاسبوا وسجون. ممكن البوليس يمنع في الاخر يقول لك اخوان نطبق في تعليمات شحب نعمل. انا يعني بالفعل دوري باش نطبق تعليمات فيها نقاش قانون، لكن الاصل كونه يطبق تعليمات. مثلا البوليس حتى اليوم تقول له برا جيب فلان وقفوا يمشي حتى اليوم وحتى في فرنسا حتى في امريكا جيب فلان مش فيك بريء ولا مش بريء عذبوا له. هذاك نجم يقول لا. على كل حال البوليس ينجم يلقى مبررات ولا اعذار قانونيه ولا غير قانونيه. القاضي شنو المبرر نجم يلقى؟ اقسم اليمين على كونه يكون مستقل ومحايد.